اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم اكشن واثاره اسمه نكشة رام، وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا فيلمنا بارهابي اسمه راجو، وهو بيفجر سوق بالكامل باللي فيه ومن غير ما يحس حتى بتأنيب الضمير. وبنروح بعدها للجنرال باراس، واللي بيكون منفعل جدا من اللي حصل للسوق وكميه الاطفال والشباب والناس اللي ماتت، وبيقول لباقي الاسم بتاعه ان هم مش واجبهم ينقلوا الجثث على المشرحه ولا المصابين على المستشفى، هم لازم يعرفوا مين اللي بيعمل العمليات البشعه دي ويوقفوه. وبينادي على ضابط اسمه الكسندر. وبنروح بعدها لطلاب اكاديميه الشرطه واللي كانوا في حصه الرياضه، وبيجروا جنب الاكاديميه، وبيبقى واحد اسمه راما عايز يدخل معاهم الاكاديميه، بس الحارس بيشوفه وبيمسكه من قفاه وبيرميه بره بوابه الاكاديميه، وبيقول له ان هو مش هينسى بقى قصه انه يبقى ضابط دي، لانه قدم مرتين وفشل ومبهدل نفسه ومبهدل امه الغلبانه اللي بتبيع شاي قدام مركز البوليس، ويروح يساعدها احسن له. وبعدها بيروح راما وبيساعد امه وبيودي الاكل لكمين شرطه في الشارع، وهو هناك بيكسر شويه موتوسيكلات الكمين وبيوقعوا ضابط، وبيصرخ فيهم راما وبيحدف على واحد فيهم اسمه راهول حله صغيره، وبيقف راهول وبيرجع لراما، وبيقعد هو وكل اصحابه يضربوا فيه لغايه لما بيوصل الضابط جوبا وبيفصل بينهم وبيضرب راما بالقلم، وبيروح لراهول اللي كسر الكمين وبيعتذر له وبيقول له يمشي دلوقتي عشان ابوه لو عرف اللي بيعمله هيبقى مش مبسوط. وبيقعد راما بعد ما مشي ويزعق للضابط جوبا ويقول له ان هم ضربوا ضابط في صدره ووقعوه في الارض، ازاي يسيبهم يمشوا وكمان يضربوا؟ وبيرد عليه جوبا وبيقول له ان اللي كان عايز يضربه ده ويمسكه ابن الجنرال باراس وما يقدروش يعملوا له اي حاجه. ونروح لبنت اسمها جامونا واللي كانت بتدور على ابوها، وبتروح لراما جارهم عشان يساعدها، وبيتحركوا هما الاثنين لغايه لما بيلاقوا ابوها، وبيبقى رقيب شرطه وهو نايم جنب محل وسكران طينه، وبيركبوه على العجله ويروحوا بيه البيت، وبيدخلوا راما على سريره. ولما بيطلع لجامونا بتبقى زعلانه على الحاله اللي وصل ليها ابوها، وتقول لراما انها مش فاهمه ابوها بيعمل في نفسه كده ليه، وبتفضل تعيط. وبيحاول راما انه يهديها ويقول لها كلها شهرين وهيبقى ضابط شرطه وهياخدها وياخد ابوها ويعيشوا كلهم مع بعض في البيت عنده بعد ما يتجوزوا. وبيركب بعدها راما توك توك وبيبقى رايح للسوق، بس بيلاقي واحده بتركب عربيه حمراء مع واحد وبتوقعه منها وبتسرق العربيه، وبيقعد يصرخ صاحب العربيه وبيقول حراميه وسرقت عربيتي، ويقول لراما ان هي معاها سكينه ورمته من العربيه بعد ما هددته انها تموته. وبيكمل راما جري ورا البنت النصابه اللي اسمها كيران لغايه لما بيلاقي العربيه وقفت، وبينزل بسرعه يروح للعربيه وبيلاقيها لسه موجوده فيها، وبيحاول يطلع كيران لكن بتقاوم في الاخر تضربه وبترميه، وبيتصدم راما وهو واقع على الارض لان بنت ضربته، وبتنط كيران زي ما بتكون نينجا على الحيطه وبتهرب بعدها بسرعه. ونروح لراهول اللي بيجيله رجل ارهابي وبيديله مخدرات وبيقول له ان الطلبيه الجديده هتوصل قريب وانه لازم يعديها لهم زي ما بيعمل كل مره. ونروح لراما واللي بيبدا امتحانات القبول في الاكاديميه وبينجح في امتحان الانجليزي، وبعدها بيبقى فاضل الامتحانات البدنيه، وبيقعد راما يتدرب وكل الناس بتساعده عشان يحقق حلمه ويبقى ضابط. وبيعرف راهول ان الولد اللي حاول يضربه ده مش ضابط شرطه اصلا ومجرد ولد حقير وامه بتاعه شاي، وكل حلمه يدخل اكاديميه الشرطه. وبيفرح راهول لما بيسمع الاخبار دي. وفي يوم الامتحان العملي يروح راما بسرعه على عجلته وبيلاقي شويه بلطجيه جنب العجل بتاعهم، ودول باعتهم ليه راهول وبيقعدوا يضايقوه لغايه لما بيوقعوه وبيترمي الورق بتاعه كله على الارض. وبيقعد راما يحاول يلم الورق بتاعه من على الارض ويتفادى الضربات بتاعه البلطجيه دول ويهرب منهم لغايه لما بيقدروا يضربوه في الاخر وبيقع الملف منه في الارض تاني. وبينزل راهول من عربيته ويدوسه برجله وبيزحف راما على ايده ورجله لغايه لما بيوصل للملف، وبيترجى الراجل راهول انه يديهوله وهو مذلول. وبيقعد راهول يحدف الملف لاصحابه وراما بيبقى بيعيط بالدموع، بس طبعا كل ده من غير اي فايده لغايه لما الملف بيرجع تاني راهول وبيولع فيه قدام راما، وبيتصدم راما وبيصرخ اول ما بيشوف مستقبله بيضيع قدام عينه. وبيسيبوه رجاله راهول وبيجري راما على الملف بتاعه وبيحاول انه يوقف النار اللي مولعه فيه وياخده ويهرب ويوصل لاكاديميه الشرطه، بس الحارس ما بيرضاش يدخله وبيقول له ان هو اتاخر عن ميعاد ساعه كامله. وبيقعد يترجى راما الحارس وبيقول له ان في شويه بلطجيه هاجموه في الطريق، بس طبعا من غير اي فايده. ولما بيوصل البيت بتقول له امه ان الشرطه دي حياتهم، وحتى لو ما بقاش ضابط شرطه رسمي هو بالنسبه لها ضابط. وبيبقى مع جامونا علبه هدايا وتخبيها من راما، وبيسالها العلبه دي فيها ايه وما بترضاش جامونا تديها له، بس راما بياخد العلبه بالعافيه، ولما بيفتحها بيلاقي فيها بدله ضابط كانت جايبها له جامونا هديه عشان لما يرجع من امتحان الاكاديميه. واول ما بيشوفها راما بيقعد يعيط وبيقول لهم ان هو مش هيقدر يلبس
يلبس البدلة دي طول عمره، لكن نفسه يلبسها مرة واحدة. وبيدخل راما وبيلبس البدلة العسكرية، أول ما بيطلع كلهم بيعجبوا بيه وبيضرب له نيش التحية العسكرية. وبيسمع بعدها راما حد بيستنجد بالبوليس وبيطلع بسرعة وهو لابس البدلة بره البيت، وبيلاقي شوية حرامية بيضربوا 2 عساكر وبيصرخ فيهم راما، وبيروح بسرعة وبيقعد يضرب فيهم لغاية لما بيوقعهم في الأرض. وبيوصلوا البوليس الحقيقي وبيفتكروا راما واحد من المفتشين، وبيروحوا بسرعة وبيمسكوا الحرامية وبيشكروا الضابط على تدخله في الموضوع. ما بيبقاش شايف شكله وبياخد الحرامية وبيمشوا بيهم. وفي البيت بعدها بيقول راما ان في مشاكل كتيرة في المدينة عشان البوليس اللي مش مؤهل ليها، وممكن يلبس البدلة ويروح مكان ما فيهوش ضباط شرطة ويقدر يحقق العدالة فيه. وبيفرح بيه نيش وبيقول انه موافق جدا على الفكرة بتاعته. وتاني يوم يعمل راما كمين في مكان مش بيروحوا ضباط الشرطة، وعلى حظه الحلو بيبقى اللي جايين راجل ارهابي ورجالته في العربية. وبيوقفهم راما وبيسأل راجل ليه اللوحة بتاعة العربية مش كاملة ومكسورة، وبيبقى عايز يفتش العربية والكراتين اللي فيها، بس راجو بيضربه في وشه وبيطلع بسرعة بالعربية ويهرب. وبيقفش راما في العربية وبيحاول يوقف راجو بس ما بيقدرش لغاية لما بيدخل جوه العربية وبيحاول يوقفها وبيرمي نفسه مع راجو بره العربية. وبتتقلب بعدها وبتنفجر العربية انفجار شديد عشان المتفجرات الكتيرة اللي كانت موجودة في الكراتين. وبيروح راما على البيت وهو حاطط الارهابي راجو في شوال، واول ما بتشوفه امه بتقعد تصرخ ويرش على وش راجو شوية مية ويفوق. وبعدها يروح راما وبيلبس لبس الضابط وبيبقى عايز يعذب راجو، بس قبل ما يعذبه راجو بيعترف انه كان هيركن العربية اللي كانت هتنفجر عند مطعم اسمه دابا. وبيروح راما للمطعم وهناك بيلاقي كيران وهي بتركب عربية كبيرة وبتسوقها، ويروح بسرعة وبيدخل جوه العربية وبيقعدوا يضربوا في بعض. واول ما بتشوف اسم الكسندر على البدلة بتاعته بتوقف العربية وبيخبط راما في الازاز وبيقع على الارض. وبتنزل وراه كيران وبتقعد تضرب فيه وبتكلبشه، وبتطلع انها ضابط شرطة بعد كل ده. بتاخده وبترميه عند الجنرال باراس، واللي بيقعد يضرب فيه وبيضرب جنبه بالمسدس عشان يعترف فين الضابط الكسندر اللي لابس بدلته. يقول لهم راما انه ما يعرفش اي حاجة وان خطيبته هي اللي جابت له اللبس ده. وبيروحوا بسرعة وبيمسكوا جامونة، وبيقعد راما يحكي لباراس عن حكايته وبيجيبوا له الملف بتاعه اللي كان هيتحرق. وتوصل جامونة ومعاها ابوها نيش، واول ما بيشوفوا باراس بيعرفوا وبيطلع ان هو السواق بتاع الكسندر. وبيسالوا باراس عن مكان الكسندر وان اخر واحد المفروض انه شافه. وبيحكي له نيش ان بعد ما كلمه في التليفون اغمى عليه وبنته دخلته المستشفى، وبعد ما فاق من الغيبوبة اللي كان فيها قالوا له ان عنده مرض خطير في الكبد وهيموت، وعشان كده ما بقاش يروح الشغل. وهو اللي ادى لبنته لبس الكسندر تديه راما. وبيتعصب باراس وبيقول لراما لو شافه لابس لبس الشرطة تاني هيقتله. وبنرجع تاني لاول الفيلم لما كان باراس متعصب عشان الانفجارات كان بينادي على الكسندر، ولما بيروح له يقول باراس لباقي الضباط انه بيعين الكسندر قائد للمجموعة اللي هتحقق في موضوع الانفجارات. وبيبدأ الكسندر في التحقيقات مع المجرمين اللي اتمسكوا، وكمان بياخد معاه كيران واللي كانوا اصلا بيحبوا بعض عشان يكملوا التحقيقات. وبيوصل لواحد اسمه كوتي وبيبقى سياسي كبير ويقول لألكسندر اكيد هو مش عارف بيكلم مين، بس الكسندر ما بيهموش منصبه وبيمسكه وبيكسر دماغه في الترابيزة. وبيقعد كوتي يصرخ من الألم، وبيكمل ألكسندر ضرب في رجالة كوتي كلهم ويخلص عليهم. وبعدها بيرجع تاني لكوتي وبيقول له يقول اسم الارهابي اللي بيعمل عمليات التفجيرات دي بدل ما يفجر له دماغه. وبيعترف كوتي وبيقول له ان اسم الارهابي راجو. ونروح بعدها اليوم خطوبة ألكسندر على كيران، ويروح راهول ابن الجنرال باراس واللي بيعتبره ألكسندر اخوه الصغير وبيقول له ان هو عايزه على انفراد. وبيدخلوا هما الاثنين الأوضة، وبيطلع بعدها ألكسندر وهو لابس لبسه الرسمي ويقول لنيش هيخلص حاجة مع راهول ويرجع على طول. وبعدها بيتأخر ألكسندر على الخطوبة، محدش بيبقى عارف يوصل له، وبيتصل حد بنيش وبيقول له ان ألكسندر موجود في السوق عندهم. وبيروح بسرعة نيش على السوق وبيلاقي ألكسندر وهو مش داري بالدنيا، وشكل راهول اداله حاجة من غير ما يحس. واول ما بيفتح الجاكيت بتاعه بيلاقي عليه حزام ناسف، وبيقعد ألكسندر يكح وينزل دم من بقه. وبعدها بيحدف نيش وبيجري بسرعة وبيطلع فوق حاجة عالية وبينط منها عشان الناس ما تتأذيش من القنبلة، وبينفجر ألكسندر في الهواء. وبيقعد يعيط نيش لما يفتكر اللي حصل، وبيبقى جنبه بنته وراما وبيقول لهم انه كذب على الجنرال وهو من ساعتها مش قادر يتكلم. وهيقول ايه بس ان ابن الجنرال هو اللي قتل ألكسندر وعشان كده ساب الخدمة وقعد يشرب يمكن ينسى. ويروح بعدها راما على بيته، اول ما بيفتح الباب بينفجر في وشه وبيتحدف بعيد عن البيت. وبيتصل بيه راجو وبيقول له ان هو لعب بالنار وعشان كده فجر له بيته، بس ما يخافش امه في الحفظ والصون وهي موجودة معاه ولسه مش عارف هيعمل فيها ايه. وبيروح بعدها راما راهول عشان يعرف منه مكان راجو وينقذ امه، وبيقعد يضرب في راهول ويكلم نيش كيران وبيقول لها الحقيقة وان راهول هو اللي ورا اللي حصل كله وخطف ألكسندر. وبياخد راهول واصحابه راما لغاية مكان راجو، وبتبقى امه فرحانة بيه قوي لانه جاي ينقذها. وبياخد راهول منه المسدس ولسه هيضربه، بتدخل عليهم كيران وبتقعد تضرب نار عليهم كلهم، بس بيقدر راهول ان يمسكها وبيمسك راجو ويحط المسدس على دماغه
دماغه. وبيقعد راهول يحكي لكيران ازاي مسك الكسندر واخده معاه، وكمان عمل له كمين وحقنه في رقبته وحطه على جسمه حزام ناسف وبعدها رماه في السوق. وبيبقى متصور فيديو معاه وهو بينفجر، وبتقعد تصرخ كيران لما بتشوف الفيديو وتعيط. وبيقدر راما يحدف راجو بعيد عنه وبيمسك راهول وبيرميه على الارض، بس رجاله راجو بيقدروا يحقنوا راما وكمان بيحقنوا امه وبيقعوا الاتنين على الارض. وبتقدر كيران تضرب رجاله راجو وتكسر الكرسي، بس قبل ما بتكمل بيديها راجو رصاصه في بطنها. وبتتعصب كيران وبتمسك راجو وبتقعد تضرب فيه، وبعدها بتخلص عليه بالرشاش وبيتحرق لما بيدخل في سلوك الكهرباء. وبتنقذ ام راما والاطفال الصغيرين اللي بيشغلها راجو بالسخره، وبعدها بتفجر المكان. ويروح راهول على احتفاليه كبيره لضباط الشرطه، وبيبقى الوزير بنفسه موجود، وراهول مع راما في العربيه ومحطوط على جسمه حزام ناسف زي الكسندر. ويشوفهم نيش ويروح عشان يدافع عن راما، بس بيقدر راهول يقتله. وبيصرخ راما لما بيشوف حماه قتل وبيجري بسرعه على الاحتفاليه، والناس كلها بتشوف حزامه الناسف وبيجروا من قدامه. وبيبقى راهول عايز يفجر راما عن بعد بالتليفون اللي معاه، بس يفكر راما بسرعه ويشوف العربيات بتاعه التشويش على التليفونات، وبيقدر انه يوصل لها ويدخل جواها. ويتابعوا الجنرال باراس ويقول لهم ما يخلوش اي حد يقرب من راما ولا من العربيه. وبتدخل كيران المكان وبتقعد تضرب في اصحاب راهول وبتقتلهم كلهم. وبعدها يروح راهول وبيستخبى في ابوه، ويوقف باراس كيران وبيقول لها انها اكيد اتجننت وما يبقاش عارف المصايب اللي عاملها ابنه. تقول له كيران ان ابنه ده شيطان وهو اللي حط الحزام الناسف على راما، وكمان هو اللي فجر المدينه وقتل الكسندر. وبتوري له الفيديو اللي صوره راهول والكسندر بينفجر، ويضرب راهول النار على كيران وبتقع في الارض وتموت. وبياخد باراس السلاح من ابنه وبيحضنه ويخلص عليه. وبعد ما الموضوع كله يخلص يروح باراس لوزير الداخليه اللي بيشكره على اللي عمله لانه ضحى بابنه عشان خاطر الوطن. وبينده على راما ويقول الوزير لباراس انهم ضموه للشرطه زي ما هو طلب، وممكن يعمل منه الكسندر تاني. ويحيي راما باراس التحيه العسكريه، وخلاص هيتجوزوا. وبكده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا جداد معايا.